يما يما. ايه يما انت فين يما؟ انت يا ولي انا رايح اجيب فطار. حرام. صباح الخير صباح الملك لله. بتعمل ايه يا حرام البيت؟ انت هنا يما؟ امك منين يا دين؟ ايه يما انت ما خدتش العلاج لسه؟ ايه يما مالك يما؟ بتشبه عليه ولا ايه؟ وشبه الحاج ما هقول لك انا ولدي وناسي. يوه بقى يما هتفضل تنسى كده لحد متى يما؟ بس انت قصير ليه يا دين؟ انت شبه الحاج بس قصير، الحاج ما كانش قصير كده. اهو اللي حصل بقى عمل ايه طيب؟ انت ولدت لقيت نفسك دي؟ خش يما خد العلاج يما. والله صح لسه ما جبتش فطار، المفروض اروح اجيب فطار لو انت اللي مسحاك بدرك دي يما. مستنيه الوحش. يما اعمل اللي انت بتقولي دي يما، لمي نفسك يما. انت شايفني من بحتر يا واد ولا حاجه؟ اهو الوحش جاي اهو. ازيك يا ام ربيع؟ ازيك يا بطل؟ اجيب لك الشاي؟ لا لا يا ام ربيع انا لسه ما فطرت. خلاص اجيب لك الفطار. اهو ده اللي كان ناقص باقي. خش يما وشبه البر النهارده. يا ربيع مالك على الصبح كده بتصرخ ليه؟ عيل مش متربي، سيبك منه يا وحش انت. خش يما خش على ما اجيب الفطار يما عشان اديك العلاج. خش يلا معايا ما تنشفش نفسك يما. يا واد احترم الاسد اللي واقف قدامك دي يا واد انت. حكم انا ما عرفتش اربيه. ربنا يهديلك يا ام ربيع. يا عم سمير واحنا كل يوم بالنظام ده يا عم سمير؟ نظام ايه يا اخوي؟ انت بتعدي من هنا لازم يعني تعدي من هنا كل يوم، ما في شوارع كتير تعدي منها يا عم ربيع. ده انت هتاخد الشارع لحسابك عادي انت. احترم نفسك يا ربي، ما يصحش اكلم عمك سمير كده. طب يلا خش قدامي يلا عشان اجيب لك الفطار. يلا خش يلا عشان اروح اجيب الفطار واجي يما. خش يا ام ربيع عشان تريحي باقي. عشان خاطرك بس يا بطل يا وحش الوحوش. ماشي يا عم سمير. طب ما تمشي، ايه اللي موقفك يعني؟ انا كمان ماشي يا اخوي وانا فاضيلك. بدك تشتروب؟ ماشي يا عم سمير انت مجوزت مسامع بس خليك فاكرها باقي. وادي يا ربي. ايوه يا عم عايزاها ياما تاني. اروح اجيب الفطار واجي اخلصها باقي عشان ما اتاخرش على الشغل. ابوك ما هو جوا يا ولد، ابوك ما هو جوا. يا دي المصيبه السودا ياما. ايوه مصيبه سودة، مصيبه سودة جوي. ومش لاقي كمان الدهبات بتاعته اللي يكون خدها ومشي. ياما ابويا ميت ياما بقى له 20 ثانيه. لا لا يا ربي، لا ما تقولش على ابوك كده. ياما خش جوا على ما اجيب الفطار عشان اديك العلاج ياما. حكمت من غير العلاج بتفكر نفسك عندك 20 ثانيه. يلا ياما خش ياما. يا ابوك مات يا ربي. ايوه ياما مات ياما. ايه ياما بتعيط ليه؟ ده انت لما مات انا ما عيطتش. صعبان عليا نفسي يا ربي. ليه بس ياما؟ ايه اللي مزعلك ياما؟ لا عاش ولا كان اللي يزعلك وانا عايش ياما. ايه اللي مزعلك ياما؟ بقى ابوك يموت ويسيبني فايت شبابك دي، ما كانش عارف يصبر شويه. خش ياما الله يهديك ياما خش. حسبي الله ونعم الوكيل. مش مسامحك يا راشد، مش مسامحك تموت وتسيبني بصهرة شبابي. ربنا يهديك ياما ربنا يهديك. يا لهوي زوجي مات يا ولاد. انت ما عملتش كتير لما مات. يا رب صبرنا عليها يا رب صبرني. بتيه مديح، بتيه مديح. ايوه ياما، انت اللي مخليك نايم لحد دلوقتي. ما تقومي يلا. ليه ياما خير يعني؟ الساعة كام؟ الساعة 6:30 يا بيه. وانا اصحى 6:30 اعمل ايه ياما؟ مش قلت امبارح ان رضا قالك ان هيديك الشقة؟ ايوه ياما. طب ومستنيه بقى؟ مش قالك تعالى الصبح؟ سجل المدني وكل الاماكن الحكومية تفتح الساعة 7 ولا 8. يلا الحاج يلا قبل ما يرجع في كلام. ماشي ياما، كنت استنى شوية انام شوية حتى نايم الفجر ياما. ما تبقيش عبيط، الواد ممكن يرجع في كلامه وتضيع نفس. ماشي ياما ماشي، انام 5 دقايق دي وروح. رضا ما هوش هيرجع في كلام. يا بنتي يا هبل اسمع اللي بقولك عليه. حاضر ياما ماشي. اللي يشوفك يا اختي امبارح ما يشوفكش دلوقتي. مش خايف الواد يضيع مني؟ حكم انت يا بنتي يا مديحة لو نصحك دي وتسمع كلامي. ماشي ياما هقوم ياما ماشي حاضر. هقوم اغسل وشي وهتروح، بس ممكن يكون لسه نايم. لا يا اختي هتلاقيه صح ولا نايم صحي، ما يقوم يفيزك دي يعملها. المهم اسمعيني بقى، انا قصدي يعني تسمع كلامي في حاجة تاني. حاجة ايه ياما؟ خليك انا اصحى خد الشقة منه واصبرك دي اما اشوف لك عريس كويس. الواد على دي فاجئ، دي مش هينفع. اسمع كلام امك وامشي وراها هتكسب. ياما لو عارك دي محلتوش حاجة هنقعد في عيشك ده هقعد معاه. يا بنتي شغل عقلك اما احنا ناس تجار ده وعندنا دهب يام. مش خلاص بقى الدهب انسرق. وحتى ياما لو احنا اغنياء ياما مفيش حد زينا ياما، مش كل حاجة فلوس. انا ما قلتلكيش؟ ما قلتليش ايه ياما؟ انا جبت ورث. ما انت كنت جايبها من زمان. لا ده انا كنت جايبها ورث ابوي، انما دي ورث امي كانت معاها اراضي كتير جو. ودلوقتي يعني اخواتي قسموها يعني وخدت حق على بقى الاراضي اللي بتاع ابوك والفلوس بقى، وهنفتح ان شاء الله محلات دهب تاني. ماشي ياما بتقول لي يعني هتديني حق يعني؟ لا انا قلت اقول لك بس عشان يعني ما تفاجئيش. افهمها بقى وخليك واعي، لا هيوكلك الوكل اللي انت تاكليها عندين
ولا هيلبسك اللبس اللي انت بتلبسيه عندين، ولا هينامك النوم اللي انت بتنامها عندين. الواد ده هيدوخك السبع دخان، وكفايه امه وابوه. انا عايزاك تبقى ناصحك دي زي خد الغنى وما تاخديش الفجر يا بيت. الغنى هيعملك اللي نفسك فيه كل. انا جاي ما اروح لرضا ياما. يعني كلام مش عاجبك؟ ايه ياما عايز ترجع في كلامك ياما ولا ايه؟ ليه انت عارف لا يمكن ترجع في كلام. بس انا قلت اقول لك نصيح وانت حرة بقى يا بنت كان. ماشي ياما كتر خير. انا هروح اغسل وشي واروح لرضا. هبلة وفجرية زي ابوه بتموتوا في الناس الفجرة جو. ابوك برضه كان بيحب الخدام. حكم انت اللي طلعان. بس مش هسكت برضه. هخلي سامح يضغط عليها كده ويجرب معاه. بس مش هخليه يضغط عليها جو. هخليه يحاول ياكل عقلها كده. انا شايفها متعلقة بالواد جو. يكونش الواد ده ساحر لها ولا حاجة. يخاف يكون ساحر لها ولا حاجة. بس بنت بالصالة حتى لو ساحر لها كده سحر هيروح. معرفش ايه اللي عجبها في الواد دي. ده هي تاخده هو ابوه لو اتفرط في حاجة غالية عليك يا رضا وارد قبل انك تلحق انسان يلحق. روح الانسان اغلى من الدهب يا ولدي. يابا الله يرحمك يابا. حاضر يابا. انا همشي يابا بالكلام ده طول حياتي. ما تقلقش يابا. اساعد اختي مديحة يابا. عشان لو انا ما ساعدتهاش حياتها ابوه ممكن تعمل في نفسها حاجة زي ما هي قالت كده. ما تقلقش عليها يابا. ما تقلقش عليه. اول مرة احس بوجع الجو. بطني فاضية من امبارح. وعمال كل ما اصحى كده انام. بقيت حياتي كلها نوم وصحيان. بس بكرة مش هلاقي مكان انام فيه حتى. هسيب الشقة بقى وخلاص. مش هيبقى ليا مكاني وين. هتبقى مقفلة من كل ناحية. نوم وواكل. الحمد لله على كل حال. قداميش حل تاني. ان شاء الله ربنا يستر ان شاء الله. يا ترى ايه اللي مستنيك يا رضا؟ يا ترى ايه اللي مستنيه؟ مش عارف انا هقضي حياتي الجاية ازاي. عمر ما تعودت ان انا امشي على رجلي حتى في الشارع. كنت بمشي رجلي الجو. يوم ما كنت بطلع في الشارع كده كنت بطلع بالعربية. ويوم ما كنت بنام كنت بنام على السرير بتاعي. لا عمري نمت في الشارع ولا عمري نمت في اي حته. ولا حتى عمري كلت كده واكل الشوارع. كنت دايما اكل احسن واكل. انا واحد كان متدلع. عشان يدهني خايف جو. خايف جو من اللي جاي. خايف من اللي مستخبيلي. بس هو انا قدامي خيار تاني يعني. مفيش خيار تاني. عشان كده لازم ارضى بقدر ونصيب. ولازم انا اعيش. لازم انا اعيش. اعمل ايه يعني اموت نفسي؟ مش معقول هموت نفسي كده واموت كيف. عشان كده هعيش وخلاص اليوم بيوم. يمكن اللي جاي يكون احسن من اللي راح. مين عارف. لو ان الايام اللي كنت عايشها مع ابويا عمرها ما هتيجي تاني. عمرها ما تتعوض وواثق ان هي عمرها ما تتعوض. الله يرحمك يابا. الله يرحمك. معقول اكون ديت مديحة؟ هي مش عايزة تصحى بدري كده يعني. اكيد هيكون حد تاني. يا رضا. طلعت هي مديحة. ما تصحى بدري كده. ولا تلاقيها خايفة ان ارجع في كلامه ولا حاجة. ماشي يا مديح. معلش بقى يا رضا كده. لا يا اختي عادي. انا كده كنت صحيت. ماشي يا رضا. يلا يلا نروح. لو انا سبت الشقة دي يبقى كده خلاص. يبقى انا كده بقطع على نفسي. الصبية موصنا عليه. وكمان ديت اكتر واحدة بحبها فيه. وكمان لو انا قلت لها مش هديك الشقة هتروح تخلص على نفسي. دي لسه صغيرة وعقلها طاق. يا رضا. الله يبارك لك يا رضا ما كنتش رجعت في كلام. يا رب قويني يا رب على الرجال. انت يا رضا اخر فرصة بالنسبة لي. لو انت ما اديتش الشقة دي رضا حياتي كلها ابوظ. ما تخافيش يا اختي ما رجعتش في كلام. ماشي ما بك ما يلا نمشي. ماشي يا اختي. اروح اجيب بس صورة امي وابوي. وهجيب الورق واجيلك اهو. ماشي يا رضا. انا كنت خايفة ان كان يرجع في كلام. الحمد لله. سامحني يا رضا غصب عني. قدامي مش حل غيرك دي. انا على اقول له يجي معانا. عشان برضه انا ما بفهمش في الكلام ده جو. يا رب يا رب عدها على خير يا رب ويكتب لي الشك. يا رب اتزوج عادي يا رب اتزوج عادي بقى ونعيش مع بعض. يا رب ما تخلفش معايا وتغدر بي. وقتها انا مش هقدر اتحمل. الرقم المطلوب مغلق او غير متاح. حاول اتصال في وقت لاحق. لسه هرجع في التليفون من امبارح. يا ترى ايه اللي حاصل معاك يا علي؟ انا قلت لامك ان هو يكتب لي الشك. مالها بقى مش هيفتح التليفون ليه ويكلمني. ضمير عمال يأنبني. انا وقت ما عرفت ان امي رضا خلاص هيقضيها الشك. وفي نفس الوقت ما قدرش استغنى عن مديح. بس رضا ده هيعيش ازاي ولا فين؟ كده رضا ضحى كده بنفسه كده عشان اخته. ضحى بنفسه عشان اخته وعشان انا كنت عارف ان هيعمل كده. رضا طول عمره كده واخد طباع ابوه. بس انا عارف ان هو هيندق بعد كده. عشان هو مش واخد ان هو يعيش كده عيش عادي. كان عايش دايما عيش مرفه. مش زي حالاتي ممكن يعيش عيش عادي. ودي حاجه هتبقى صعبه قوي عليه. ده هو كمان امها حاطه شرط ان هو ما يقعدش في الشقه. ولو شافته قاعد في الشقه ده هتفسخ الجواز ده حتى لو متجوزيه. بس ما هيش تعرف تعمل كده. انا ان شاء الله هرجع رضا. رجع بعد ما احنا نتزوج. رضا ما ينفعش ينام في الشارع ولا ينام في الجامع ولا ينام في اي حته. عم كامل كان دايما كده بيعمل اللي نفسه فيه. وكان عايش عيشه كده مرفه. ما يعرفش يعيش عيشه زي كده. وكمان ما يعرفش يشتغل عند الناس كده عشان انا ومديحة دمرنا رضا. رضا الطيب المظلوم من اخواته المفروض يدوا له حق.
المفروض يديله حق ما ياكلوش عليه، ملوش ذنب ان ننسى المحل مفتوح. كلنا بنغلط وبننسى. ايه يا علي يا ولد؟ ايوه يم. هتخليك قاعد كده يا ولدي؟ عايز انا اعمل ايه طيب يم؟ ما تردش على مديحة ليه يا ولد؟ رنت عليها دلوقتي بتقول انت جاي في التليفون. رد عليها، ما تبقاش قاسي عليه. اعمل في ده عشان مصلحتك ومصلحتي. اللي غلطان يا ولدي شيء غلط، ما تشيلوش انت ومديح. يما انا بحط نفسي مكانه يما. لو انا مكانه دي ونسيت محل ابوي، وانا هيكون قصدي انساه يما، وهيبقى غصب عني ان انا انسى. ودلوقتي كمان لما كتب الشقه المديح، تقدر يما تقول لها هيعيش فين يما؟ رضا اللي طول عمره ابوه مدلع وجديهم عايش وجديه في احسن عيش، هيعيش في الشارع يما. بعد ما كان عايش في فيلا يما، وبعد كده هيعيش في شق، وبعد كده هيعيش فين يما؟ هيعيش في الشارع، وهيشتغل عند الناس وهيذلوه. عايز يجي يعيش معانا؟ هات يعيش معانا يا علي. اقول له ايه يعني؟ اقول له تعالى عيش مع عمه وابويا في شقه ايجار، وانا هاخد شقتك انا ومديحي؟ انا ما اقدرش ابص في وشه يما، ما اقدرش ابص في وشه. انا ما عايزش ارد على مديحه عشان عارف هي هتقول لي ايه. اقول له تعالى معايا واحنا بننقل الشق. ما هو يا ولدي بتقول مش عارفة حاجة في الحاجات، مش لازم توقف معاها كده. يعني هو رضا يضحك عليها يما؟ رضا اللي راح يضحي بحياته كلها عشاننا يضحك عليه؟ مش معقوله يما، مش معقوله اللي احنا فيه دي يما. عنده حق يا اعتماد، ما ينفعش عليه يروح. انا مش عارف ابص له ازاي اصلا، لو شفت هجم عيني في عينه ازاي. يا ولدي مهما كان دي حقها يا ولد، انا هايش ذنبي يعني ان هو ضيع كل حاجة. ياما لو احنا هندور على حاجه ياما، حاجها كتير جو، ما يقلش عن 10 مليون ولا 20 مليون. طلعت الحاج كامل كانت بتعدي 200 مليون ياما. الذهبات اللي انسرقت من المحل ب 60 مليون، وكان في فلوس في المحل رضا جابها له واداها للبيت. يعني حاجها تاخد ولا 20 مليون ولا 15 مليون حتى، بس هم كانوا حقها عليه. لا هو كمان امها شرطت علينا احنا ناخد شقه رضا كمان، اللي واكلين حقه. شفت الجبروت اللي عند امها ياما؟ معلش انت ليك مديح، سيبك من امها دي. بتكلم فيه وانت بتتكلم فيه. سيبنا كل حاجه ياما ورايحين ناخد الحاجه الوحيده اللي مع مظلوم، الحاجه الوحيده اللي هيتسند عليه، الحاجه الوحيده اللي هتستر. الله اعلم باللي جواه دلوقتي، الله اعلم ما يفكر في ايه دلوقتي. هتلاقي دماغه مقلوب. ده واحد كان بيخرج في الشارع كده بالعربيه مش على رجليه حتى. معلش نصيبه بقى، ده قدر ونصيب. سيبني لوحدي ياما احسن. طب رد عليه، رد عليه حتى قول له انت مش هتروح. البنت عماله ترن عليا وعماله تحاير عليا وعماله تقول زعلان مني. انا زعلان من نفسي، زعلان من نفسي عشان حطيت نفسي في موقف زي دي. يا ريتني ما حبيت مديح. ليه يعني تقول كده يا علي؟ ده مديحه بتحب. وانا كمان بحبها ياما، بس احنا ظالمين رضا معانا ياما، ظالمين واحد ملوش ذنب ياما. خلاص يا علي يا ولد ما تعيطش، اللي انت شايفه صح يا ولد اعمله خلاص. انا ما بقتش شايف حاجه، ما بقتش شايف. قلبي مشيني، عمال يوجعنا من ناحيه عشان رضا ومن ناحيه تانية عشان مديح. لما حسيت ان هو مقسوم نصين. هذا الشر عليك يا علي، ما كبرش الموضوع بقى يعني خلاص. انا يا علي هروح لولد عمه، هروح لولد عمه واقول له ان رضا دلوقتي ما عادش عنده حاجه. ولد عمه برع اكتر واحد بيحب، بس هو عشان يعني كان السبب في موت ابوه، ما هوش قبله اللي من دول. بس هوصل له كده، حنن قلبه عليه شويه، خليه حتى ياخده كده يعيش معاه. حكم انا هفضل طول حياتي شايل الهم ومش مسامح نفسي. لازم انفجر فرصه بعد الزواج، اشوف الشقه بتاعته واكتبها باسمه تاني، اخلي مديحه تتنزل له عنها ونعيش معاه وخلاص. وهو عمره ما هيقول لنا لا ولا يكرشنا برا الشقه. يا ابني بلاش تظلم نفسك بقى، دي حاجة بيت اللي هيتزوج. ده واحد ضيع نفسه، مش انا اللي مضيعينه. ما كانش مغصوب انه يكتب الشقه، ما زعلش منك يم. يوه يا علي، عمرك ما هتعرف مصلحتك دي ابدا. انا هروح معاها. الله يكون في عونك يا رضا، الله يكون في عونك يا ابني. خلاص عشان لو حد من الاداره شافك هيعمل مصيب. عم ريح دماغك بقى شوي، وانا بعمل ايه يعني؟ انا بعمل حاجه حرام. قلت لك كم مره افطر في البيت، وبعدين انت جايب هديه يا اخوي. عامل زي اللي فاتح مطعم. برجر انت اول ما تشوف برجر انت كتاك البرجر. يا رب ما تكونش بايظ فيها، طلوع حلو قوي. يابا انا الحمد لله فاطر احسن فطار. الله يرحمه. انت ما بتفطرش الا عارف طعميه. يا اخي انت محسن انت كل يوم تفطر كده؟ ما انت دايما كنت بتفطر معايا العيش والطعميه اللي مش عاجبينك دول. اسكت بقى، خلينا عايش شويه، اسكت. بصراحه جميل قوي المطعم اللي فاتح على شارعنا ده، هيعمل شغل جامد قوي. لسه فاتح جديد؟ ايوه جديد، وتعالى قدام معزمك هناك مره. هتعزمني انا ولا هتقلني؟ يا عم هعزمك يا عم، انا جبت لام واحد وانا واحد، بس 100 100 هادي انت. ولا الشوربه بتاعتهم هدوجه اهو. يا سلام على الريحه، الريحه بس واد حلو. المال بتاعهم بقى هيبقى عامل ايه؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. لما حد جه دلوقتي يا استاذ. لا انت اول واحد اهو. ماشي يا استاذ، انا هستنى كده هنا 5 دقايق ده على ما يجي. على دماغنا يا حاج. الله 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 الله. ايه اللي حاصل؟ يا ابني هدي صوتك يا ابني قبل ما حد يجي يكفيش. حكم انت هتودي نفسك في داهيه. بالهنا والشفا يا حبيب. الله يبارك لك يا حاج. تعال خد شفتك دي دوقي. تسلم يا حبيب، الله يبارك. ازيك يا رضا؟ ازيك يا مديح؟ اهلا وسهلا، ازيك يا حاج؟ اهلا وسهلا، ازيك يا حماد؟ يا سلام يا دي يا مدحت، ده بيور يا دي، انت بيور. عطيلة بيني.
انا فاهمه يعني شويه في الاوراق والحاجات. ماشي يلا يا حماد. اللي بقولك يا استاذ. ايوه استنى وطي الصوت شويه يا ربيع. سيبني يا مدحت، سيبني مركز يا مدحت في الشوربه دي حلاوه الشوربه في الشفط. ما عايزاش تخلص. انا اللي ما عايز اخلص، كل ما انا اشفط شفط احس ان انا عايز اشفط تاني. حكم انت هتودي نفسك في داهيه. بعد اذنك يا استاذ مدحت. ايوه يا حاجه معلش اتلخمت معاه. ايوه خير يا حاج. كنا عايزين يعني ننقل يعني ورق يعني الشقه يعني باسم الاستاذ يعني رضا، عايز ينقلها يعني باسم اخته. ايوه جوبالك الناحيه التانية عند الاستاذ ربيع. ماشي يا استاذ شكر. هاتي رضا الورق. الدوسيه دي في كل حاجه. ماشي يا حبيبي ماشي. كتر خيرك يا رضا. اتفضل يا استاذ ربيع. ماشي يا حاج ماشي. يا دنيا ايه يا ولدي بتشرب ايه انت؟ دي شوربه يعني مش حاجه. دي شوربه يعني مش حاجه، انت مش حاسه بحاجه. ما تخلص بقى يا استاذ عشان مش فاضي. تعالى يا رضا دي استعجل شوي. ماشي حاضر يا مديح. بعد اذنك يعني مشين. اصبر يا حاج، ما عادش باقي غير كام شفطه يا حاج. بعد اذنك يا استاذ ربيع. دي وانتي؟ ايوه معلش ما ماشيلك ده عشان مستعجلين. يعني خير يعني عايزين ايه؟ بعد اذنك يعني الاستاذ رضا كان عايز ينقل الشقه بتاعته يعني الاخت. الشقه بتاعته؟ انت طلع عندك شقه هو تمام بتقول ايه باقي؟ ايوه كان عندي شك بس خلاص هنجيلها لاختي. امال يا اخويا عامل فقير ليه؟ وانا اللي صدقتك، ما قلت بقى هينام في الشارع بقى ومش لاقي ياكل. بعد اذنك ما تكلموش كده. وهو انا قلت له ايه يعني؟ اللي يشوفه امبارح ما يشوفوش النهارده. انت بنت الحاج كامل برضه كان بيقول عليكم ان انتوا ظلمتوه ما اديتوش حاجه، يطلع عنده شقه ويقول لك ظلموني الناس ظلموني. حكم العالم بقت كدابه قوي، لا هو ما يبانش عليها كمان. يا ابني خلصني بقى، ما يصحش اللي بتعمله دي. وعلى كده بقى الشقه مقاسها كام بقى؟ اكيد تعدي ال 100 متر بقى. قول عشان عاوز التفاصيل ديت وانا بنقل الشقه. كام فاجئين؟ الشقه مكتوبه هنا 250 متر. ومكانها فين على كده بقى؟ مكانه فين القصر دي؟ مكانها فين؟ مكانها هناك عند الكوبري. احسن مكان في البلد كمان، واعمل ان انت مش حيلتك حاجه وعمال تفرج الشقق. الله يسامحك سدت نفسي. طب بعد اذنك بقى خلصنا ما تتكلمش معاه. لما اخلص الوكله بقى هعمل لكم. حسبي الله ونعم الوكيل، سدوا النفس. المهم انك ده كده ليه؟ واقفين هننقل شق وايه اللي معطلكوا يعني؟ مين اللي بيتكلم وعامل لي فيها مدير دي؟ الاستاذ بياكل ومستنيين. انت بتعمل ايه انت؟ اكون اعمل لما تشوفك قدامك اهو بطفى. ازاي تكلمني بالاسلوب دي؟ يا سواد الحجر من الاداره. انا اتكلم زي ما انا عايز وانت بتزعق ليش؟ طب ايه رايك بقى ان انا مش هعمل حاجه بقى النهارده؟ وده يا ربيع انت يا بنت. اسكت انت يا مدحت، مالكش صالح انت. على اخر الزمن بقى الناس تتشرط علينا وتشنق علينا، مش كفايه طول النهار كده بنقعد من غير واكل. شوف بقى بصوا في الوكله دلوقتي. انت دي من الاداره يا انت. مين دي اللي من الاداره؟ الاستاذ راني لسه جديده في الاداره. طب ما تقولي. اذا شهر دي بدل ما الفتك خالص. استاذ رندي انت بتقول ايه ده انا كنت بهزر، ده انا كنت بقول لهم حتى كلوا معايا. استاذ رمبي، استاذ ارحاب رد علي. انت بتقول اسمها يا اخي الله ترد. قلت لك بلاش. الله يخرب بيتك يا مدحت، باصص له في الوكله يا مدحت. ربنا يقدك يا اخي، انتوا عايزين ايه بقى خلصوني. ما اعرفش ما صحتنيش ليه بدري يا بنت قد مش عاملين كتير النهارده. انا صحت الفجريه اصلا كنت همشان، قلت هاكل الذره وامشي بس سامحني يا رحمه يا بنت ما قدرت. ياما سامحك على ايه ياما كتر خير. وانا بعمل حاجه ياما؟ ده انا كل موضوع بروح ابيع وبس. بعدين ياما كفايه عليك كده بقى، انت ياما جيت ريح نفسك بقى شوي. احنا كبرنا خلاص اهوت ونعرف نصرف على نفسنا كده ونشقى كده شوي. يا اختي يا شملول حكم انت في الكلام ما اقولكيش يا رحمه ونجم بيا الذره. خلي يا استاذ خلي يا استاذي. وعايزه تبين حاجه ببلاش يا اختي. والله بقى انا اتعلمت الكرم من امي اللي علمتني دي. بطلوا الرماد يا فاطمه بطلوا الرماد. ماشي يا اما دينا كده اهو. ها رحمه شيل الوكل ولا تاكل تاني؟ لا الحمد لله كدي انا بحبك دي الصبح اكل لقمه خفيف. روحي يا حبيبتي كلي كمان لقمه عشان تسند الدور. وانت يا بنتي يا فاطمه هتقومي تروحي معاه؟ لا يا انا مش رايح في حته يا انا تعبان. سيبوني في حالي بقى انا تعبت. انا لما رحت معاه المره اللي فاتت جاني بال. اتشو بلاش جرس بقى بتعرف في الوقت. انا لسه ما اكلت. انا حطيت يد اسكتي بقى. احترمي نفسك بقى بالك لما تعمل تعبانه كده وتسيب اختك دي تروح لوحدها. روحي معاه وما تروحيش انت معاها ليه؟ قال له روح معاك دي على طول. وانت بتروحي معاها على كل فين وفين؟ امك تعبانه خليها عندك دام. وبعدين انا رايحه الكليه. معلش صراحه تعبانه النهارده وبعدين ما تكلمش اختك الكبيره دي. يلا ياما انا اروح لوحدي ياما ولا ايه اللي هيحصل لي يعني بابا هياكلني. يلا ياما ما كبرش الموضوع باك. يا بنتي مش هينفع تروحي لوحدك يا بنت. افرض حصل حاجه مش حد يبلغنا فيكم. ياما ايه اللي هيحصل ياما الحمد لله ربنا بيستر. يلا ياما بقى عشان ما تاخرش زيادة عنك دي. الساعه دي هتدخل على 8. معلش يا رحمه يا بنت اختك فاطمه متدلع شوي. انا ياما متدلع ياما.
ماشي شكرا ياما. دي كله عشان قلت مش هروح معايا. انا ما كنت تعبانه بقى بيبقى غصب عني. حكم اللي يسمعك دي يصدق. انت يا فاطمه في التمثيل ما اقولكيش. انا مش هرد عليك. انا اخرج اقعد قدام الباب شويه. اقعدي يا بيه، اقعدي يا بنت مكان. خرج تقعد على الباب الصبح كده. اعمل ايه طيب؟ ما انت عمال تتكلم. خلاص معلش يا فاطمه معلش. خلاص بقى ياما ما تزعجهاش. يلا نام نامي يلا تخمد. يلا. مش انت تعبانه؟ يلا نام. حاضر ماشي. انا اللي غلطان. انا حتى عايز اغير النضاره عشان ما انت شايفه بها كويس. وما عايزاش اقول لك ياما. عايزه تغير النضاره؟ ايه بقيت ايدي مش حلو. بقيت شايفه بها كويس. وانا عايز اعمل العمليه برضه مش عايزه اكل. مش معقول افضل اكدب في النضاره طول العمر. السن بتاع العمليه هيفوتني ياما. ايوه ان شاء الله ربنا يفرج. ايوه يا فاطمه ان شاء الله ربنا يفرج. ما تقلقيش. ان شاء الله ربنا يفرج. يلا ياما عشان امشي. ماشي يا رحمه يا بنت. انا خلصت يا رحمه. ينفع كده يا فاطمه؟ تعرف انا الدنيا مقفله معانا. بقول لهم ليه؟ اسكتي بقى اسكتي. ده هتعمل ان انت الكبيره هتقعدي تكلميني كده بالطريقه دي. النضاره مكبراني مخليه شكلي وحش. انا زهقت من النضاره. خلاص بقى ما تزعجوش. خلاص خلص. يلا انا هروح. اصبري بس يا فاطمه شويه ان شاء الله ربنا يفرج. ما انا صبر. انت شايف انا بشد في شعري؟ انا شايف الحال قدام. انا مش عامل. كل المصاريف رايحه عليك يا ابله هود. ما نشوف بقى هتفلح ولا لا. انا ماشي. هتعوزي حاجه؟ خدي بالك من نفسك يا راح. حاضر يا ماما ما تقلقيش. براحتك وانت ماشي. اهم حاجه انت سيبك من الدور. ايوه انت اللي بينصرف عليك اكتر واحد. مش عشان اكمل اللي انا فيه واشوف هتوظف ولا لا. لو انا توظفت هعمل لك العمليه. انت اول واحده الفلوس اللي هتيجي احطها لك العمليه. بس زي لما اخلص كده هتوظف. ما كان زمان يا اختي اتوظفت تاني. وانا كنت اتوظفت. ما انت كليتي غير كليتي. انا ليه ان انا اتوظف؟ وفي واحد يعني زميلي يعني بيقول ان هو يقول لابوه يعني يقف لي يعني. هيبقى واسطه يعني وهيتوسط له ويوظف. وليه ببلاش يعني ببلاش؟ ما هيقول لك هات فلوس. لا قال لي بلاش. شوف اخرتي. صراحة كده انا زهقت بالعيشة دي. انا ضربت وجعني دماغي. عايز اغيرها فقرة فرصة ولا اعمل العملية بقى واخر. انا شكلي وحش بها جو. ولا عمري هتزوج كده بالطريقة دي. يعني هو انت ما تعمل النضارة تتزوجي؟ ايوه ان شاء الله اتزوج واحد كدي من غير عذار كدي ولا حاجة. واقعد انا وهو كدي ونكون نفسنا كدي واحدة. بس شكلي يبقى حلو كدي واقلع النضارة. ربنا يسهل يا فاطمة. تقدرش تعمل كده قدامك عشان امك فيها اللي مكفيه. انت عارف يعني البر وغطاه. احنا ما حصلناش البر وغطاه. دي ما فيش ولا بير ولا غطا حد. احمد ربنا. غير ما هوش لاقي كدي حتى يقدر فيها من الشيت. اسكتي بقى عشان وجعت قلب. ولا عشان مبين لك ان انا بيحوكش فيا كدي تقعد تتكلمي. ده انا مره ما كلمش اختك الكبيره كدي. واحترمي نفسي. ماشي يا فاطمه بس عايزاكي تكبر شويه يا فاطمه. انت اختي الكبيره بس بتقعد تدلع يا فاطمه. يا هو بهاجي انا لا بتدلع ولا نيل. دي من وجع دماغي بتوجعني من النضار. طب خلاص طيب عشان هم. ماشي ده انا خلصت اهو. وهتعمل ايه يا رضا يا اخويا ولا هتروح فين؟ ما تشغلش بالك يا مديح. ما اشغلش بالي ازاي بس يا رضا معلش غصب عني. غصب عني يا رضا ان انا اعمل كده. لا ده عاد ولا يهم. انا في الاول والاخر راجل. شكرا قوي يا رضا يا اخويا انت وقفت جنبي. شكرا قوي يا رضا ومش هنسالك الوقفه اللي انت وقفتها معايا دي. عمري ما هنساها. انا من غيرك مش عارفه كنت هعمل ايه. عيش يا مديح عيش يا اخت. اتزوج يا حبيبتي وانبسط. طب اكلمك ازاي انت بتقول ان التليفون بتاعك ويك؟ اوصل لك ازاي عشان لما نحدد الفرح اقول عشان تيجي تحضر الفرح بتاعي. انا حافظ رقم. قرينا انا عليك كده بما هي تليفونك دي بكره. اعرف انك انت هتحدد الفرح مات. خلاص ماشي يا ريت. قلت يا ريت. انا بصيت على الثلاجه واحنا هناك يعني في الشقه بتاعتك لقيتها فاضيه. وانت ما معكش فلوس. لا الحمد لله. ده انا بطني مليان. قلت صح يا رضا ولا بتضحك علي؟ لا يا اختي كالتي ما تقلقيش. انا اول ما صحيت وطيرت وبعد كده انت جيت. الحمد لله يا اختي الحمد لله. انا في نعمه يا اختي انا في نعمه. وما تشغليش بالك بيه. تزوج وعيش حياتك وخلف. وعك تشغل بالكوا بيها واصل. انا هعرف امشي نفسي ما تقلقيش. ايه يا اخويا ده كله؟ خلاص يا حاجه التاتش بتاع الاخير بس وخلاص. صاحبك ده اللي صعبان عليا جو. يلا بقى هو اللي جاب لنفسه. قلت له كم مره بلاش يجيب الاكل هنا وهو بيجيب برضه. وغيرك ده عمال يتلمض على الاستاذه اللي معاكوا دي. يلا الله يهديه. المهم يا استاذ باكي كده رضا لو حاول يرجع الشقه كده باي طريقه كده هيعرف يرجعها. لا يا حاجه خلاص تمام كده. وبعدين مش هو اللي ناجلها برضاه. ايوه ده اخوي. بس انا بقول له يعني اللي يقدر بقى ولا حاجه. لا خلاص. الموضوع ده خلاص خلص. يلا يا مديح عايزه حاجه؟ ما قلت ليش يا رضا هتروح فين ولا تقعد فين؟ انا هتصرف ما تقلقيش. ماشي يلا استاذن انا باكي. ابقى طمنا عليك يا اخوي. ابقى طمنا عليك. اول ما تجيب تليفون كلمني وزي ما انت قلت تقدرين عليها بكره عشان تعرف ميعاد الفرح. خلاص ماشي يا اخت. يلا روح بقى مع حماد. انا هشوق الطريق انا. تزعلش مني يا رضا غصب عني. مش زعلان يا مديح ما تشغلش بالك انت باك. يلا عايزه حاجه؟ يلا انا همشي من الباب ده اهو. يلا سلام عليكم. مع السلامه يا رضا. مع السلامه يا حاج. خد بالك من نفسك يا رضا.
ماشي ماشي يا مديح. الله يصلح حاله. جدع رضا جدع. هاتي لي اخوات باكي. الله يعينك يا رضا. الله يعينك يا اخوي. يا رب سامحني يا رب. ان شاء الله يا بنت ربنا هيسامح. دي حقك يا حبيبتي ودي غلط وشال. انت كمان المفروض ليك حق عندهم كمان يا مديح. بس يلا بقى عادي ده كله يعني سامحي فيها عشان رضا. جدع وابن حلال. الله يصلح حاله. لاحظت يا عم جعفر؟ ما قلت لك يا جدع انت ما تجيبليش انت حراجي، ما هياش حراج لدرجه قوي يعني يا سالي. وبعدين انا قلت لك ما بجيبش الحراج، الزباين كلها بتحب الحراج، ما اعرفش مالك انت كده يا عم جعفر. خليت بوج ملهلب يا عم جعفر. هات ازازه ميه بقى من عند. ما عرفش ايه حكايتك يا سالم في الشطه دي يا سالم. يا سالم ده احنا حلاوتنا في الشطه المولعه دي. يابا ما كانش منه اصلا يابا. ده يا دوبك حطها على ابوك. ما تجيب يا عم انت كوبايه ميه بقى. يابا اصبر اصبر. طلع لك واحده 2 لتر من الكرتون. خد امسي. هات يا عم الله يبارك لك. دايما انك دايما مستعجل زي ما يكون وراك الجاط. على فكره دي بفلوس يا عم سالم. ايه اللي بتعمله ده يا سالم؟ ما هو بيقول لي بفلوس. ايوه بفلوس وانت تايه يعني يا سالم؟ لا بقول لك ايه يا جعفر؟ قلت لك هات كوبايه ميه، ما قلتش انا هات بفلوس. تستغلني يا جعفر؟ استغلك. امشي يلا من وشي، امشي يلا يا سالم. مش عايز حاجه يا سالم بس امشي يلا من وشي. اصل ما يصحش اللي بتعمله ده يا جعفر. شربتها كلها وقول له ما تصحش. تعمل الفيلم ده كله عشان تشرب يا سالم. امشي يا سالم يلا. هتخليني احنا في مجالك هنا تاني. يبقى احسن يا سالم ريح دماغك بقى مني. توكل على الله بقى يا سالم بقى دلوقتي. انا هعذرك بس عشان زهقان. ويت يابا الراجل ده عقله طاقي. بس يا دعاء بس هقول لك ايه، سبت حاجه للعيال الصغير قفلنا على الصوب. من كتر الجوع بطني وجعان وانا ينفع اكل ولا اشتغل ادير الحساب. بس الواحد هينكسف يقول له كده واكيد مش هيوافق. والمشكله ان اكيد هو ما يعرفنيش. انا كنت بشوف كتير كده ناس ملمومه عليه الصبح وانا ماشي بالعربيه. ما كنتش بقول لحد ازيك حتى. كنت بقول كده في الازاز كده وهو ماشي عشان كده طبيعي انا محدش يعرف. ما كنتش بختلط بالناس. اعمل دلوقتي انا جعان جوي. روح قول له ما كانت شويه طماطم لابوي. ماشي يابا. وبسرعه ما تاخرش. حاضر يابا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سال. قفلتني على الصوب. المفروض ان انا هروح ادور على عم سمير عشان اشتغل واجيب فلوس واكل. ماشي ده الواقف دي. بس مش عارف هتحمل لحد ساعتها ولا لا. مش عارف ليه حاسس ان انا شفته قبل كده. هي الزهرة دي انا مش من بالي. خد هقول. ايوه يا غالي. شايفه حاطط يده على بطنه. معقول يكون جعان ومعاش فلوس؟ ايه خيرك دي مال؟ لا مفيش حاجه انا كنت معدي. طب تعالى دي تعالى لما تاجر. ايوه. ريحه الطعميه والفل اللي كنتش برضه كلهم حلو. الواحد من كتر الجوع عايز ياكل عيش حاف حتى. انا حاسس يعني ان انا اعرفك يعني، وفي نفس الوقت بقول ازاي انا هكون من البلد انا وما اعرفكش. لو انا قلت انا امان مش هيصدق وهيعمل زي الجدع اللي اسمه ربيع. الله بكلمك يا جدع انت. ما فيش حاجه يا استاذ انا معدي بس كده. انت جعان صح؟ انا تبقى جعان تاني وفتحت بوجك دي. تعال اقعد طيب تعال. هات كرسي من وراك كده وتعال اقعد. اصلا ايه؟ لا اصل ولا فاصل تعال اقعد واسكت. ما اصلا مش معايا فلوس. يا عم خليها على الله. ونعم بالله بس يعني انا مش معايا. ماشي ما فيها يعني مش معاك يعني، اللي فيها اللي ما بتغرقش. اقعد بس كده هجيب لك وجبه اهو. شكلك دي ما كانش بقالك كتير. ايوه ما اكلتش من امبارح. يا اخي حرام عليك، انت في الاخر بني ادم. لقيت نفسك دي تعالى ما يهمكش. ازاي بس وانا معاش فلوس؟ شكلك دي بخيل يعني ما معكش فلوس يعني. لما تاكل وتبقى صحتك حلوه كده وتشتغل كده تجيب فلوس، لما صحتك مش حلوه مش هتعرف تشتغل ولا تجيب فلوس ولا تعمل حاجه. انا ان شاء الله هشتغل واجيب لك حق اللي انت هتقدمه لي. يا دي حاجه دي هديه مني. اسحب يلا كرسي من وراك تعالى اقعد. انا مش عارف اقول لك ايه يعني. ما تقوليش حاجه، انت عليك تاكل وتقول لي ايه رايك في الوكل بتاعنا. يلا روح اسحب كرسي يلا شايفك مش قادر تسند طول. ماشي شكرا جو. شكرا على ايه، دي حاجه بتاع ربنا دي، اللي رزقني رزق. مفيش حاجه بتاعتي يعني. انت يعني ما شاء الله باين عليك يعني ابن ناس، مش وش بهدل يعني ولا حاجه، مش باين على وشك يعني ولا يدك يعني الشقي. ظروفك دي وحصلت معايا يعني ووصلتني يعني للحال اللي انت شايفها دي. ما عادش تقول يعني الظروف دي. خلاص يلا ماشي ما تقولش عادي. لما تروق كده وتاكل كده لو عاوز تقول جو ما عوزتش عادي يعني، بس قول لي رايك في الوكل يعني. عمك جعفر بيعمل احسن طعميه واحسن فوق. عايزك تاكل لحد ما تشبع. هتاكل عيش ابيض ولا عيش عادي؟ اي حاجه سد جوع وخلاص. طب هتاكل الشط ديت ولا هتبقى حراج عليه وهتعمل زي سالم اللي لسه ماشي دلوقتي؟ المعلم كل من هنا وشرب ميه وطرش الميه في وشي وبيقول لك انه ما يعرفش ان الميه ديت بفلوس، بس الشويه دول ببلاش يعني عادي اشرب. ماشي شكرا جو. هات العيش بس وانا هاكل لو. خلاص ماشي يا حبيب قلبي. ظهرك دينا الدنيا دي عليه جو ولهوش نفسي يضحك واصل. يا ترى ايه اللي حصل مع جدع دي؟ انا مش هقول له يحكي لي تاني، هو كده لوحده لو حكى لي حكى لي ما حكاليش خلاص. ما حكاليش النهارده بكره يحكي لي، بس انا متشوق اعرف ايه اللي حصل معاه. يا رب لما اجي. يا رب رزقني يا رب. نفسي قوي اساعدهم كله. نفسي ربنا يكرمني كتير بس انا مش عارف ازاي. احنا عايزين فلوس كتير قوي، عايزين حياتنا تتغير كتير. واخت فاطمه كبرت وبقى عليه والنضاره كمان جت كملت من وهي صغيره كده وهي لابساه. غيرتها كم مره بس كان معانا فلوس وقتها نغير. انما دلوقتي الدنيا مزنقه معانا جو وخلي كل شويه ايش عايز يطلعهم من البيت
وحالتنا بقت صعبة جوي، وكل يوم بتزيد صعوبة. المشكلة دلوقتي إن النضارة بتاعتي بتوجع دماغي، ولازم تتغير في أقرب فرصة. تخش لها في 3000 دلوقتي. معرفش أعمل إيه عشانكم، بس أنا نفسي أعمل كل حاجة. نفسي ألاقي أي شغلانة جديدة ألحق على مصاريف. أم كتر خيرها تعبت وشقيت كتير، كتر خيرها جوي. يلا الدور يا جماعة، يلا الدور المقل، الدور المقل يا جماعة، مقل وسوخ. كام يا بنت انت كوب؟ الكوز ب7 جنيه ساعة الباشا. واشمعنى يعني 7؟ بتجيبوهم الارض ب1 جنيه وتروح تبيعوه ب7 جنيه عشان جلتوه؟ أهو دي البقى اللي مسترزق بيه، ربنا لا يعلم بالحال. طب هات واحد ب5 هات. هو آخر 7 جنيه يا أستاذ، فلازم يبيعه ب10. هات واحد ب5 جنيه بقول. حاضر يا أستاذ ماشي. يعرف ان انا ممكن اخليهم ما يوقفليش هنا تاني. ليه بس يا سعادة الباشا؟ وأنا عملت إيه بس؟ ما بحبش اللات كتير والعاج. انا راجل الدجاجه بتاعتي بفلوس. هاتي وخلاص. حاضر يا باشا اتفضل. قال لي تحي. إيه الفلوس يا باشا؟ خلاص يا بيت. بعد إذنك يا باشا حاجه، بس عشان إحنا فينا اللي مكفين، وأنت يعني ما شاء الله أهو. بس ربنا عين. وانا راجع هديك حاج. معيش فكه دلوقتي. حاضر يا سعادة الباشا. لو بتتحدف عليني. يا فتح يا علي رزقك الكريم. ايوه يا صبري. ايوه يا اشرف. انا وانت على ايه؟ انا شفت لكم حلين قريبين من الفيلا بتاعتكم. هروح القريه اللي جنبنا كده اشوف الواد ناجي وناصر. انت بتاكل ايه يا اخويا وانت بتكلمني كده؟ باكل دوره يا اختي، دوره مجلي بتاع الغلاب. وانت بقى غلبان جاوي صح؟ ماشي زي ما انت ماشي كده، شوف كده للواد ناجي والواد ناصر، بس كده احسن برضه تعمل في البلد عندنا. يبقى انت كده عايزه تجفل البلد كلها بقى دهبات من بتاعتكم. فاهم يا ابل؟ البلد فيها محلات كتير، لما يفتحوا مكان تاني احسن. كده هنقطع على بعض احنا. ايوه انت خايف على نفسك بقى. ماشي. مش على نفسي يا اختي لوحدي، ما ولادك هيفتحوا في البلد. ايه يا بنت يا رحمة؟ ازيك يا عم سمير؟ ازيك انت؟ مالك مكشر ايدك دي؟ لا مفيش حاجه. حد زيك في حاجة؟ لا يا عم سمير مفيش حاجه، شايل هم الدنيا بس شويه. ايه من دلوقتي؟ انا شايل هم اخواتي مش هم نفسي، وانت لسه جاي متاخر زي حالتي. ايوه انا خدت بالي كتير انت مش هنا بدري، مش متعود منك على كده. ايوه الحمد لله ربنا رزقني، انا بعت كرتون وحاسس بده ان انا نهجت بقى خلاص مش قادر، وشكلي ده اروح كرتون ده وخلاص وكفايه كده النهارده. الله يرضيك يا عم سمير، تعالى كده بقى جاي من بدري. ايوه الحمد لله. تعرف عمك سمير نشيط. الله يرضيك يا عم سمير ويديك الصحه. ماشي يا استاذي. ماشي يا اخوي. يلا انا هبقى اجيك دي عندك النهارده. اعملي حسابي بقى هتعشى اديكوا النهارده بقى. مش معقوله بعد التعب ده كله يعني مش طول حاجه واقف الوقت في المحل وعمال الف لكم اهو. انت عارف ان انا ما بتاخرش عنه، وايه رايك بقى ان انا هخلي الحريم تعمل بط النهارده بقى؟ احلى بطتين يندبحوا النهارده عشانك يا سيد. لا اسكنك دي معلش، نتعب شويه كمان نخليهم 3. وانا استخسر فيك حاجه يا حبيبي، ده انت اخوي. طب يلا سلام. مع السلامه يا غالي. ايوه يم. ايوه يا درويش. ايوه يم. الحاج سليمان واقف على الباب اهوت وعايز. تعالى يا ولدي ضروري، بيقول لك ضروري اجري المشوار دي لبكره وخلاص، عشان حاسس ان في حاجه هتحصل وحش. والله يا انا كمان مش على بعض، حاسس ان انا مدروخ كده. خلاص ماشي انا هجيلك اهو. ماشي يلا بسرعه. ماشي يا سلام. واد يا فتوح. ايوه يابا خير. فتح عينيك كويس وانت واقف في المحل بلا ما ينسلك منين. يابا ما تقلقش وانا صغير يابا. والله قلت اقول لك عشان هتاخر شكلك دي. يلا الدور المجلي. ما قلتليش اللي مخليك مكشرك دي؟ مفيش يا عم سمير، انت فيك اللي مكفيك انت كمان. طب ممكن يا بنت تعرف اساعد؟ يا ريت يا عم سمير لو تعرف تساعد، بس انا نفسي مش عارف اساعد نفسي. كمان انت مستجليه بيا جو؟ حد خد منك دروع ولا حاجه ما حسبكيش عليه؟ قوليل. لا ما حدش خد مني وما حسبنيش عليه. انا شويه حاجات كتير في البيت يعني انا مزهقان. يا عم سمير. مين اللي بينده دي؟ يا عم سمير عم ادور عليك في المحط. معقول؟ ايه يا ابني بتدور عليا ليه؟ ضيع منك حاجه؟ حتى لو ضيع منك حاجه انا ما لقيتهاش يعني. انت مش كنت جاي لي ان انت هتعلمني يعني ان انا ابيع في القطر؟ الله يعني خلاص نويت تبيع في القطر؟ دي صبرنا هتفرح جوه لما تعرف الكلمه. وانا يعني قدام محل تاني يا عم سمير. خلاص على البرك. انا ايديك مروح بالكرتونه ده، هي خدها بقى في القطر ورزقك على الله. انا هديلك زي ما انا جايب. بس انا مش معايا فلوس دلوقتي. ماشي معانا هستناك اهو. انا هخليني قاعد مع بيتي ديت شويه اشوف هيك دي ايه اللي بيحصل معاه. على ما تخلص بقى الكرتونه القطر جاي اهو. شد حيلك كده ممكن تبيعها في لفتين. وعلى كده بقى هيطلع لنا مكسب فيها كام؟ يا اخويا بدور على مكسب من دلوقتي يا اخويا بقى لو. طب هبيع بكام ولا ازاي؟ مش المفروض تيجي معايا؟ لا معلش بقى اصل انا تعبان شويه. اعتمد على نفسك، خليك راجل كده. ما انت هتلف في القطر كده وتقول للناس كده عايز مناديل وترميها عليهم وتقول لهم العلبه 3 جنيه. هي بره ب2 جنيه، لو عايز تبيع ب2 بيع، بس مكسبك هيبقى قليل. بس انت في القطر يعني بقى فيه سعر تاني. ان شاء الله ربنا يرزقك يعني. ممكن تطلع لك دي 150 جنيه في كرتون، بس الشمل بس انت وبيع. انا هنام من بعد الفجر على طول.
ماشي يا عم سمير، احاول كده هات كده اما اجرب بقى انا ورزق، وقداميش حل تاني. خد وخففها كمان اهي، اخف شغلان. ماشي يا عم سمير، شكرا قوي انت بتوقف جنب. لا عادي يا حبيبي، الدنيا منفات. تشمل بس انت وباعك دي، لو بعت يا واد انت يبقى انت كده مستقبلك حيل، هتبقى انت كده بياع حيل. ادعي لي يا عم سمير. ربنا يكرمك ويريح بالك انت وبيتي دهي. اللهم امين يا عم سمير. يا سوادي، انا لازم اروح لصابرين دلوقتي حال، مش هقدر اصبر. اكلمها خليها تجهز البط والحاج، ده خبر بمليون جنيه، ده هتكسفها كرضا يا ابن كام. انت بتكلم مين يا رضا انت؟ عالم شحاتين، هما دول اللي يجوا بيك يا رضا يا ابن الخدام. ايوه صبري، انا جاي لك دلوقتي يا بيت جهز البط، انا جايب لك خبر بمليون جنيه هيعجبك احسن من المحلات. خير يا اخوي، معلقين عليه. طب انا جاي لك مش هقول لك في التليفون انا.